لا تجحد المعروف لو من عدوك، واعرف ترى النكران من طبع الأشرار. أيها الحضور الكريم، القبيلة العريقة، قبيلة الصولات والبطولات، وقبيلة الرجال والأبطال، القبيلة الشهيرة والعريقة في الجزيرة العربية، قبيلة عنزة. هذه القبيلة الأضخم والجميلة في تقديم الأبناء من الشعراء والأدباء والمثقفين، يشاركنا أحد فرسان هذه القبيلة، بل فرسان المملكة العربية السعودية بالشعر. رحبوا معي بالشاعر والكاتب والإعلامي، كاتب في جريدة عكاظ سابقا وحاليا في جريدة الجزيرة، كاتب وشاعر من أشهر الشعراء الذين كتبوا في الوطن. رحبوا معي بالشاعر مهدي العبار العنزي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إنها ليلة من ليالي الأفراح، ليلة يجتمع فيها الأحبة ليقدموا كل التهاني والتبريكات للأخ المبدع الشيخ جمعان بن خلف المضيبري الرشيدي. والحقيقة أيها الأحبة، عندما يأتي اسم جمعان فإننا نكرر بل ونؤكد بأن جمعان ليس لقبيلة بني رشيد فقط، إنه للوطن وإنه لأبناء الوطن. أتدرون لماذا؟ لأنه تحدث عن الوطن بإبداعاته ومشاعره الفياضة الصادقة المعبرة بكل الحب، وتحدث أيضا عن أبناء الوطن ومكارم أخلاقهم في كل موقع ومن كل قبيلة. ونحن ولله الحمد والمنة قبيلة واحدة اسمها المملكة العربية السعودية. نعم، كلنا في هالوطن صرنا عشيرة تحت ظل اللي حمى الدار وعمرها، ومملكتنا في محبتنا جديرة، عندنا نغلة من الذهب كسرة حجرها، نفتديها بالعمار وبالذخيرة، خاب فاله من غدرها. الحقيقة أبو خليفة أخوي وصديق وزميل حرف، شاعر أبدع وشاعر تمكن من الوصف ومن الألق، فله مني كل الوفاء، وللعريس كل التهاني والتبريكات. أما أنتم يا قبيلة المجد والتاريخ، قبيلة بني عبس، فأنتم أهل القيم، وأنتم أهل المكارم، وأنتم عزيزين الجار، وأنتم أهل الخوة. والله لا أجامل، هذه حقيقة معاشة. الوطن أيها الأحبة يستحق منا الدماء، وفي هذه الليلة المباركة ادعوا معي لجنودنا الأبطال الذين يدافعون عن كرامة الأرض والعرض من كافة القطاعات العسكرية في مملكة الإباء والشموخ. نعم، أنا عندما تحدثت عن جمعان وقلت إنه ليس لبني رشيد فقط، فهذا دليلي موجود الآن. انظروا إلى هذه الوجوه المشرقة، إلى هذا الجمع الكبير الذين جاءوا من كافة مناطق بلادنا الغالية، بل ومن الكويت الحبيبة، كويت العز، كويت الشموخ، كويت النخوة، كويت أبو ناصر حفظه الله. وكلنا نحن والكويت في الواقع هدف واحد وأفكار واحدة ومصير مشترك. نعم، ما لي عذر
عن دعوة الشيخ جمعان، ما لي عذر عن دعوة الشيخ جمعان، دام الفرح يخص نجله خليفة جمعان، له بالقلب موقع ومسكان، شيمة وقيمة والنوايا نظيفة يا أبو خليفة، ما بالأقوال بهتان خذها وفا، ما هي علي كليفة عندي على مدحك دلايل وبرهان، أديب متواضع ونفسك خفيفة ودكتور شعر بكل منبر وميدان، وعزيمة فوق الجبال المنيفة، جمعان وجه الخير في كل الأحيان، له الوفا منهج وطبع ووظيفة، جمعان وجه الخير في كل الأحيان، له الوفا منهج وطبع ووظيفة، جمعان لا عدوا هل الفضل والشان، شامخ وكيف أهل المروات كيفه، منجوب ساسه من طويلين الأيمان، أولاد عبس أهل السيوف الرهيفة، منجوب ساسه من طويلين الأيمان، أولاد عبس أهل السيوف الرهيفة، يوم النهب السيف وسنان وعنان، كم فرقوا بين الوليف ووليفه، بني رشيد اللي عن الضيم مزبان، رجالهم ما يشكي العوز ضيفه، بني رشيد اللي عن الضيم مزبان، رجالهم ما يشكي العوز ضيفه، مركاضهم يشبع بهالذيب سرحان، يوم السنين القاسيات المخيفة، واليوم في عهد الرخاء، واليوم في عهد الرخاء بمن وإيمان، عهد الملوك مشرفين الصحيفة، الله يديم الأمن في حكم سلمان، ويسلم لنا درعه وعضده وسيفه، الله يديم العدل في حكم سلمان، ويسلم لنا درعه وعضده وسيفه، واختامها مبروك من قلب ولسان بأجمل عبارات الوصال اللطيفة. واسمحوا لي من القصور يا بني عبس. شكرا زميلي واخي الغالي مهدي العبار، شكرا له والف شكر. صح لسانك يا شاعرنا الكبير مهدي العبار العنزي.